لسانها بيطول جدا وبيطلع بره جسمها بكتير ومش عارفه تدخله تاني. في الاول بيظهر مخلوق غريب وبيفضل يحط في الاكل كتير لحد ما بيبدا شكل الاكل يتغير والاكل بيتحول لحيوان. وفي واحد بيخلي صاحبه يخليه يقول ايه رايه في الاكل اللي هو عامله من غير ما يشوفه، ورسول الحظ بياكل من القطعه اللي اتحولت لوحش. وبعد ما بيبلعها شكل جسمه بيبدا يتغير وهو مش ملاحظ ده. والمخلوق الغريب ده بيقعد برضه في الاكل التاني وبيتحوله برضه لمخلوقات زيه. وكان رايح ياكل من قطعه تاني وهو مغمض عينه، وصاحبه بيشوف ان الاكل عمال يتحرك وكان خلاص راح ياكل منه، قام صاحبه رامي الاكل على طول والمخلوقات اللي على شكل اكل بيطير في الفندق. والبنت بتشوف ان في وحش على كتفها وبتفضل تصرخ وكانت راح تموته، بس المخلوق ما برضاش يأذيها وبتحس انه حيوان طيب وبتاخده وبتفضل تضربه على دماغه وبيطلع السم اللي في جسمه. ولما بيجي في الباب بيسيح الخشب والحديد من قوه السم. والبنت لما بتشوف ان الاكل بيطير بتفضل تصرخ. وفي مخلوق بيعضها من لسانها لحد ما لسانها بيطول قوي. وفي واحد بيكون قدامها وبيكون مش عارف يعمل ايه، والمخلوقات بتنتشر جدا في الفندق وبيكون مالي الفندق كله وبيبدا يهجم على الزبائن كلها. وده بيخاف قوي وبيحاول يقتل المخلوقات دي بالسكينه. وفي واحد بياكل قطعه وما يعرفش ان في مخلوق بيعيش في الاكل، وبعد ما بياكلها راسه بتتحول وبتبقى على شكل وحوش.